بسم الله الرحمن الرحيم. الزلفة اللون، مرحبا يسوان، السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الوصفة تاع خبز تونس ولا خبز البي بالكاوكاو. وصفة بزاف شابة. يجي خبز البي تاعنا معسل ومشرب، ويجي خفيف ومام طون طايب حمر كما راكم تشوفوا هنايا في اول الفيديو. نتمنى تتبعوا الوصفه معايا للاخير. اكيد الا عجبتكم تخلوا لي لايك وتخلوا لي تعليقات، تشجعوني بالتعليقات تاعكم وباللايكات تاعكم. المقادير وطريقه التحضير، نبدو ان شاء الله بالسيرو. نديرو هو الاول باش نخلوه يبرد. للسيرو البنات عندي كاس ونص تاع السكر، نديرو عليهم 3 كيسان تاع الماء، نديرهم هكا بارد في بارد. نحرك هذاك السكر قد اللي يذوب في الماء. ندير عليه، انا درت عليه هنايا دو ترانش تاع البرتقال، ما كانش عندي اللي محم، درت برتقال ونديروه على الغاز كي يبدا يغلي، نحسبوا له 10 دقائق ونطفوا عليه. هنا المقادير عندي مبشور والعصير تاع حبه ليمون، عندي نص كاس تاع نوات كوكو، جوز الهند، عندي بور لا ماتيير غاس الماده الدهنيه، عندي نص كاس تاع الدهان غادي نكمله بالزيت. نتوما تقدروا ديروا كاس تاع الزيت كامل ولا كاس تاع الدهان، ولا تخلطوا السمن والدهان كيما تبغوا. هنا بالنسبه للسكر البنات انا نقصت، راني دايره نص كاس تاع السكر. عندي كاس تاع كاوكاو محمص، عفوا كاوكاو محمص ومطحون، عندي مغرف تاع المايزينا تاع النشا، عندي 4 حبات بيض، كيس تاع خميره الحلويات وزن 10 غرام ولا فاني، وغادي نديرو كاس تاع لا شابلو. نبدو نوجدو نديرو المواد الناشفه. عندي كاس تاع كاوكاو، كاس تاع لا شابلو، نص كاس تاع جوز الهند، نص كاس تاع نواه كوكو مبشور والعصير تاع الليمون. نديرو مغرف تاع مايزينا تاع نشا، كيس تاع لافاني، ساشي تاع لافاني، ساشي تاع خميره الحلوى وزن 10 غرام. نخلطوا هاد النواشف، هاد المواد الناشفه، نزيدوا عليهم الماده الدهنيه تاعنا ونزيدوا البيض. هنا عندي 4 حبات تاع البيض كاملين، والماده الدهنيه درت كاس نصه دهان دايب ونصه زيت، كيما تنجموا ديروا زيت. هنا نخلط، شوفوا لو ميلونج تاعنا، الخليط تاعنا تاع خبز الباي كيفاش يجي. نجيب البلاطو تاعي، انا فرشت له بابي كويسون باش نضمن باللي ما تلصقليش وما تنحرقليش من تحت. درت له بابي كويسون. لي ديمونسيون، المقاس تاع البلا اللي درت فيه هاد العبر هي 30 على 23 سنتيمتر. فوالا فيه 30 على 23 سنتيمتر. درت لا بابي كويسون. الفرن تاعي راني مشعلاته يحمى مسبقا. ندير الخليط تاعي تاع الخبز تونس، نيغاليزيه كاع في لو بلا وندخله يطيب. السيرو البنات يلاق يكون بارد، والخبز تاع تونس تاعنا يكون حامي باش ما تتعجن لكمش. فوالا ندخله يطيب، كي نخرجه من الكوشه وهو هكاك حامي والسيرو تاعي يكون بارد، نسقيه بهذيك الشربات. انا دات لي الكميه تاع الشربات كاع. انا البنات هنا الكاوكاو حمصته شويه زياده، بغيت يجي باش يجي بنين، ما تحسوش بهذاك الذوق تاع الكاوكاو كي يكون خضر وما يكونش محمص مليح. فوالا حمصته تري بيان، على بها لا كولور تاع الخبز التونس تاعي جات هكا، يجي كيما قلب اللوز ولا احسن، وما يجيش مسكر بزاف، يجي ناقص حلاوه. فوالا السيرو تاعي هنايا راه بارد، قلعت له دوك لي طرونش تاع الشينا تاع البرتقال تاع الشينا عفوا، ولا تقدروا ديروا لي طرونش دو سيترون. ونسقي عفوا الخبز التونس تاعي نخليه يبرد تماما، ونقطعها معكم الكميه تاع السيرو داتها كاع، انا درت له كاع الكميه تاع السيرو، ونقطعوها مع بعض. تشوفوا الشكل النهائي تاع خبز تونس تاعنا. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. مانيش نبغي نطول عليكم لي فيديو بزاف، راني نسي نعطيكم قدر المستطاع المفيد والحاجه اللي تكون مفيده وما نكثرش عليكم الهضره. هذه هي الوصفه تاعي معكم اليوم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.